عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله بعد 5 دقايق هنبتدي إن شاء الله لغاية ما الجميع يجتمع هنا ونبتدي بإذن الله. تمام دكتور طارق ودكتور باحث. عليكم السلام ورحمة الله. تمام دكتور باحث. هل صوتي مسموع؟ نعم صوت حضرتك مسموع. تمام دكتورة. تمام. طيب أتمنى بس من يعني من دكتور طارق ودكتور باحث إنكم ما تكونوش عاملين لحد بلوك عشان بس الجميع يدخل ويستمع لو سمحتم. أنا الشخص تمام الوحيد اللي عامل له بلوك أعتقد دكتور من طارق بس حضرتك. تمام كويس. دكتور طارق حضرتك مبلغ حد؟ لا أذكر، لكن إن وجد يمكن 1 أو 2، يعني شيء بهذا تمام الأمر، هذا تمام العدد. تمام. طيب اللي مش قادر يدخل يبعت لي على الباك شانل. تمام عشان الجميع يدخل يعني بدون استثناء. طيب دكتور طارق ودكتور باحث أنا يعني أسأل حضرتكم تنزلوا وبعدين تطلعوا مع بعض لو سمحتوا. يكون أفضل عشان الكل يدخل يعني ومحدش يفضل برا. تمام شكرا لكم. شكرا دكتور طارق. يلا تمام بارك الله فيك. شكرا. طب دقيقة واحدة وبعدها الدكتور طارق ودكتور باحث هيطلعوا فوق بس مش هينزلوا مرة تانية. تمام فلو سمحتم لو حد موجود هنا وبيعرف حد انه مبلك يقوله يدخل دلوقتي قدامه 60 ثانية 60 minutes from now. طب اتفضل دكتور طارق ودكتور باحث بعت لحضراتكم. تمام. طيب هو بس قبل ما نبدأ وجب التنويه إن الدال اللي قبل دي مش دال بي اتش دي اللي قبل دكتور طارق، بس يعني عشان إيه محدش يفهم غلط. تمام طيب بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حيا الله الجميع ومرحبا بالجميع. النهاردة عندنا حوار بين مسلم وربوبي. كمسلمين يمثلنا الدكتور طارق، ومن ناحية الربوبيين دكتور باحث هو يمثلهم، وحتكون في مبحث النبوة.
اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعلنا يا ربنا ممن قلت فيهم الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. الحوار هيكون في 7 مداخلات، وممكن زيادة 3 مداخلات، هيكون الماكسيموم 10 مداخلات يعني ماكسيموم. كل مداخلة هيكون المينيموم تبعها 3 دقايق، وممكن يعني لغاية 5 دقايق، يعني من 3 دقايق ل5 دقايق لكل مداخلة الماكسيموم، يعني بعد ال5 دقايق مفيش أي زيادة. الجرس هيرن الساعة، يعني الدقيقة الثالثة، تمام، والدقيقة الرابعة. بعدها لازم كل واحد يعني يلخص المداخلة عشان يسلم ليا المايك عشان أسلمه للطرف التاني. بعد 10 مداخلات اللي هما ماكسيموم، كل مداخلة 3 دقايق ل5 دقايق ماكسيموم، في النهاية هتكون في 5 دقايق، تمام، فيها 3 أسئلة لكل طرف. 3 أسئلة هتكون زي بينج بونج يعني، لكل يعني لكل واحد يعني دقيقة كده، تمام. يعني الموضوع الانسايت والكلام ده كله أنا يعني هصوره وهديه للأشخاص اللي طلبوه، سواء من الطرف المسلم أو من الطرف الربوبي. فعشان كده مش هنصعد أي حد على ستيج، سواء كان عاوز الانسايتس أو عاوز يقول أي كلمة تانية، ممنوع في آخر الحوار. نتمنى كمان من الطرفين إن ما يكونش فيه بعد المناظرة دي أي استهزاء بالمقدسات لو سمحتم، عشان الواحد ما يكونش مشارك في حاجة يعني زي دي. شكرا. طيب حضرتك هتبتدي يا دكتور باحث ولا دكتور طارق؟ ولو في حاجة يعني عاوزين تضيفوها. لا، أنا أفضل إن دكتور طارق يبقى صاحب المداخلة الأولى، لأن أنا معرفش إيه منهجه في إثبات النبوة بما إن هو الشخص الطرف تمام. المثبت. لكن اللي أنا بس حابب أنوه عليه قبل بس ما نبدأ المناظرة، علشان اللي قيل قبل المناظرة إن دكتور طارق كان عرض المناظرة في روم قبل كده اللي اتناقشت فيها مع الأستاذ عبد الرحمن القذافي، وأنا كان كل طلبي إن دكتور طارق يتواصل معايا بشكل مباشر علشان يعني نتفق أنا وهو على إزاي النقاش هيحصل بدون الحاجة إلى أي وسائط ما بيننا يعني. ولما الدكتور طارق امبارح تفضل مشكورا بالتواصل، وهو يعني راجل أكبر مني سنا، وأعتقد إنه أكثر مني علما بحكم يعني الخبرة والحياة يعني. وله مني طبعا كل الاحترام وكل التقدير. أنا طبعا قلت له طلباتي أو اللي أنا شايفه المناظرة تمشي إزاي، واتفقنا على المناظرة بشكل فوري. تمام، شكرا لحضرتك. ودكتور طارق، تحب حضرتك تقول حاجة قبل ما نبتدي إن شاء الله؟ لا. تمام، يلا إن شاء الله أول مداخلة مع دكتور طارق، وحضرتك عندك 3 مينيموم و5 مينت ماكسيموم. اتفضل يا دكتور طارق. شكرا. في البداية السلام عليكم ومساء الخير على الجميع حيث كانوا. أتمنى إن شاء الله يكون الحوار فيه إفادة. في البداية إذا نتحدثنا أو عن مبحث النبوات، فإننا عادة ما نبني هذا الأمر على مقدمات سابقة، لأنه هو هكذا. لا نستطيع أن نتكلم عن التكامل والتفاضل إن لم نتكلم عن الأساسيات الرياضيات الأولى، لأنه هو هكذا مبني من الأصول حتى الفروع. ولهذا فإني أحب أن أقدم بمقدمة هنا، وهي أن نقول كالآتي: في البداية دل البرهان على أن هذا العالم لا بد له من خالق، لأن هذا العالم ممكن، ولكل ممكن مرجح، إذن لهذا العالم مرجح. ثم إننا أسمينا هذا المرجح الله أو الخالق أو الصانع سبحانه وتعالى بغض النظر عن الأسماء. ثم بعد ذلك دلنا البرهان العقلي على أنه لا بد أن يكون هناك خالق واحد فقط، ويستحيل أن يكون هناك خالقين أو أكثر، فإذا كان 2 مستحيل، أكثر مستحيل أيضا.
ثم بعد ذلك قلنا إن ذاك الخالق فعل بعض الأفعال التي نعلم بالعقل أنه لا يفعلها غيره، وأجراها على أيدي بعض الرجال الذين قالوا إننا مرسلون من ذلك الخالق. فإذا ظهرت أحد هذه الأفعال على أحد الناس وكان يدعي ويقول أنا مبعوث مرسل من ذلك الخالق، صدقناه واعتبرنا هذا دليلا قطعيا يقينيا. وهي باختصار ما نسميه المعجزة، لأن المعجزة هي فعل يظهر على يد أحد الناس نعلم يقينا أنه لا يفعله إلا الخالق، فنستنتج من هذا أن الخالق فعله لذلك الشخص تأييدا له، وهذا دليل قاطع على أنه صادق، وهذا الذي نسميه رسول. انتهت مداخلتي الأولى. طيب حضرتك أخذت دكتور باحث مع حضرتك 3 دقايق، اتفضل. طيب، مساء الخير. طبعا مبحث النبوة من أهم المباحث التي لابد أن تبحث، وأنا عن نفسي أراه مبحثا أهم من الإلهيات. إذا كنت مسلما تسعى إلى إثبات صحة دينك، لأن هنالك العديد من الناس الذين يؤمنون بوجود الخالق أو بوجود الصانع. نعم بالطبع كما تفضل الدكتور طارق، لابد أن يكون الشخص مسلما بوجود الخالق ووجود الصانع، وأن يكون مسلما بأنه خالق واحد كما تفضل الدكتور، قبل أن نشرع في مبحث النبوة. ولكن لابد أن نكون صريحين. المسلم عندما يناقش فإن غايته النهائية هي إثبات صحة دينه، وصحة دينه لن تثبت بمجرد إثبات وجود الإله، وإنما ستحتاج إلى إثبات النبوة. الدكتور طارق قال إن مسلكه في إثبات النبوات هو مسلك المعجزة، وهنالك غير الدكتور طارق من المتكلمين أو الفلاسفة ممن يسلك مسالك أخرى كالإمام الرازي مثلا، الذي يسلك أو الذي سلك مسلك دليل الكمل، أو ابن رشد في دليل الشريعة. فاختار أو ما يسلكه الدكتور طارق هو مذهب جماهير المسلمين، هو مسلك المعجزة. فأنا سؤالي للدكتور طارق، كيف نعلم أن هنالك معجزة قد حصلت؟ وقبل ذلك أريدك أن تعطينا تعريفا للمعجزة، تعريف الذي تلتزمه أنت للمعجزة، وشرائط هذه المعجزة، ثم أريدك أن تجيب عن هذا السؤال إذا تفضلت. كيف نعرف أن هنالك معجزة قد حصلت؟ وإن كان لك في ذلك مسالك عدة، فأرجو أن تركز على مسلك إثباتك لوقوع معجزة النبي محمد، لأنه نبي دينك وهو الذي تسعى في النهاية إلى إثبات نبوته. فأنت لا تسعى إلى إثبات نبوة إبراهيم مثلا الآن، وإنما الأهم هو نبوة النبي محمد. فإن كان المسلك في إثبات وقوع المعجزة مختلفا بين الأنبياء، فأرجو أن تركز على مسلكك في إثبات وقوع المعجزة للنبي محمد. أنهيت مداخلتي، تفضلي يا دكتورة سن. تمام حضرتك سوري، اتفضل يا دكتور طارق، مع حضرتك 3 دقايق. تمام. المعجزة هي تغيير طبيعة شيء ما، ونحن نعلم أن تغيير الطبيعة لا يتم إلا من خلال خالق الطبائع الذي هو خالق الكون سبحانه وتعالى. هذا معنى المعجزة. ثم إننا نعرفها من طرق كثيرة، ولكن التي نحتج بها هنا هي التواتر. وأنا بالنسبة لي كل الأنبياء نفس الشيء، يعني أنا يهمني أن أوضح صدق نبوة كل الرسل. نعم، هذه مداخلتي انتهت. طيب تفضل يا دكتور باحث، مع حضرتك 3 دقايق.
حسنا، الآن الدكتور طارق قال إن المعجزة عنده هي تغيير طبيعة الشيء. ثم قال إن معجزة النبي محمد تعرف من خلال التواتر. فحقيقة يعني الإجابة إلى حد ما أنا أراها إجابة مبهمة. فكيف نعرف أن طبيعة شيء ما قد تغيرت؟ ده سؤالي. سؤالي الآخر: ما هي معجزة النبي محمد التي علمت عن طريق التواتر، وما وجه الإعجاز فيه؟ الإعجاز قلت هو تغيير طبيعة. مثلا المعجزة التي نحتج بها الآن، إذا سألت ما هي معجزة النبي صلى الله عليه وسلم، فإننا نقول إنه جاء بنوعية كلام فيه تغيير في طبيعة الكلام، وهو الذي نسميه القرآن الكريم، وعرفنا أنها معجزة من خلال التواتر. نعم. يعني أنا أشعر أنني لم أتلقى الإجابة. يعني هو طيب، الدكتور طارق قال لماذا؟ من المشكلة؟ هذا الكلام. لماذا لم تتلقى الإجابة؟ إيش غير الواضح؟ طيب يعني حاضر أنا سأوضح. الدكتور طارق قال هو تغيير طبيعة الكلام. طب أنا قلت كيف نعرف أن طبيعة الكلام هذه قد تغيرت؟ يعني كيف أعرف أن الكلام الذي جاء به النبي محمد طبيعته مختلفة عن طبيعة باقي الكلام؟ يعني مثلا النبي محمد يقول: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أبو العلاء المعري يقول: الموت أعظم الحدث، والجدث لا يأنس بالجدث، أما العالم فمحدث، وربنا القديم المورث الوابل بقدرته والدث. كيف نعرف أن طبيعة هذا الكلام الذي هو القرآن مختلفة عن طبيعة الكلام الذي قاله أبو العلاء المعري؟ نعم، نحن نميز طبائع الكلام أو من خلال أولا تمييزنا لأنواع الكلام. فنحن مثلا نعرف أن هناك شيء نسميه النثر، ونعرف أن هناك نوع كلام يسمى الشعر مثلا. فنحن بمجرد سماع الشعر نميز أن هناك نمطا ما وأسلوبا ما جعلنا نقول إنه شعر، وجعلنا نقول إنه نوع كلام مختلف عن النثر. نفس الأمر مع القرآن الكريم، عندما سمعناه هو نوعية كلام مفهومة عربية، ولكنها ليست نثرا لوجود نمط ما، وبنفس الوقت ليست شعرا لأنها لا تندرج على معنى الشعر. فلهذا السبب قلنا إن القرآن نوعية كلام أخرى. طيب، الدكتور طارق يقول أن القرآن نوعية كلام مختلفة عن الشعر ومختلفة عن النثر. وأنا حقيقة لا أتفق مع الدكتور طارق، لأن القرآن في رأيي أنا وفي رأي عدد من اللغويين نثر، ولكنه جاء بنوع جديد من النثر. فيه تغييرات عن الطريقة المعهودة في النثر، كما أن الشعر الحر، شعر التفعيلة الذي بدأته نازك الملائكة لو أنا يعني أذكر اسمها بشكل صحيح، مختلف عن النمط الشعري الذي كان سائدا، سواء الشعر المعهود، الشعر العروضي الذي يلتزم البحور 16 التي وضعها الخليل بن أحمد وزاد الأخفش البحر 16 على المشهور، أو سواء كان مختلفا عن فنون الشعر الأخرى التي تطورت بعد ذلك، فنون الشعر التي تطورت في الأندلس مثلا كالموشحات. ف يعني نريد أن نسأل الدكتور طارق ما ملاك التمييز بين ما هو قرآن وما ليس بقرآن؟ يعني كيف بين ما هو على نمط القرآن وما ليس على نمط القرآن؟ هل ملاك التمييز مجرد أنني أسمع القرآن فأعرف والله هذا قرآن، وإذا سمعت شيئا غير القرآن فأقول هذا والله ليس قرآن، أعرف هذا هكذا بالضرورة، يعني كما أعرف الألوان الأحمر والأبيض والأزرق بمجرد أن أنا أشاهدها؟ أم إن هنالك ملاكا
تستطيع أن توضحه لنا. أما بخصوص قولك إننا نعلم الشعر والنثر بمجرد السماع، فحقيقة نحن نفرق بين الشعر والنثر بضوابط. فالشعر مثلا فيه عنصر موسيقي يميزه، ألا سواء كان شعرا عروضيا أو شعر التفريح، والنثر ليس فيه هذا العنصر. وطبعا هنالك فرق بين النظم والشعر فيما يتعلق بأن الشعر لابد وأن يعبر عن تجربة شعرية، وهنالك طبعا خلاف فيما هل نعد هذا الأمر، هذا الكلام الموزون المقفى شعرا أم لا. فمثلا عقاد كان لا يعد شعر شوقي شعرا، لأنه يرى أن شعر المناسبات والمديح هذا كله لا يعده هو شعرا، لأنه وضع اعتبارات أخرى للشعر. فحتى الأدباء عندما تحدثوا عن الشعر يضعون اعتبارات يفرقون بها بين النظم، بين ما يقال عنه إنه نظم وما يقال عنه إنه شعر، يفرقون بها بين الكلام الموزون المقفى نظما وشعرا والنثر الذي يخلو من هذا الوزن، إلا إذا تضمنه النثر لا على سبيل القصد، وإنما على سبيل كما يقولون يعني على سبيل الإمتاع أو شيء من هذا القبيل. فتاني معلش أنا يمكن استرسلت قليلا، ولكن ما أريد أن أعرفه. أنا الآن سمعت القرآن، سمعت كلاما غير القرآن، كيف أميز أن هذا على نمط مغاير، نمط خارق أو مغير لطبيعة الكلام، وأن هذا الأمر ليس على هذا النمط؟ كيف عرفت الفرق بين الشعر والنثر؟ الشعر كلام موزون مقفى، النثر ليس موزونا ولا مقفى، لكن هذا يجعل الأمر نظما. لكن إذا انضم إلى هذا تجربة شعرية فيصير الكلام شعر. ولكن هناك نثر مقفى، هل نسميه شعر أيضا؟ أنا قلت موزون مقفى، لم أقل مقفى فقط. ما معنى موزون؟ طيب ما معنى موزون؟ نوضح بمثال مثلا. يعني عندما مثلا قال امرؤ القيس: قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي، بسقط اللوى بين الدخول فحوملي. فأنا نقف نقطع الآن البيت، نقول: قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي، فعول مفاعيل فعول مفاعل. فهذا على بحر الطويل. فنحن الشعر الموزون المقفى إذا كان شعرا عروضيا فإننا نستطيع أن نقطعه إلى تفعيلات عبارة عن تتابع من الحركات والسكنات يتكرر في كل بيت، ومن هذا يأتي الوزن. إن كان شعر تفعيلة فهي تفعيلة واحدة يكررها الشاعر كما شاء من المرات في كل سطر شعري. هذا ليس موجودا في النثر، ولو وجد في نثر لصار هذا النثر شعرا إذا تضمن تجربة شعرية. أما إذا كان كلام تعليمي كما يقوله ابن مالك مثلا: كلامنا قول مفيد كاستقم واسم وفعل ثم حرف الكلم واحده كلمة إلى آخر الألفية المعروفة، فهذا يعد نظما ولكنه لا يعد شعرا. وقبل أن يضع الخليل هذه القواعد، هل كان الناس يميزون الشعر من النثر أم لا؟ بالطبع كانوا يميزونه. وكيف كيف ذلك؟ كيف يميزوهم لا يعرفون هذه التفعيلات والقواعد؟ لا، هم كانوا يميزون الموسيقى الموجودة فيه، وإن لم يعبروا عن هذا في شكل علمي، كما يميزون أن هذا الشخص قد لحن في كلامه بدون أن يعرفوا أن هذا فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة، وأن هذا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتح. فهم يعلمون هذه الأشياء، يدركونها، ولكن لم يكونوا يعبرون عنها. ثم لما تطوروا صاروا يعبرون عن هذه الأشياء، فيقولون: والله من اتصف بالفعل أو من فعل الفعل يكون مرفوعا. وصاروا يعبرون عن الموسيقى التي يحسونها من هذا الشعر في شكل التفعيلات.
يعني تقصد أنماط معينة يلاحظونها عند السماع هذا الكلام؟ أنماط معينة يستطيعون أن يعبروا عن هذه الأنماط، أو هم بالفعل استطاعوا أن يعبروا عن هذه الأنماط فيما بعد. يعني لازم أستطيع أعبر عن هذه الأنماط حتى أفهم أنه نمط كلام، هكذا تقول؟ والله يعني حتى أستطيع أنا أن أنا أفهم هذا النمط الذي تفهمه أنت، وإلا يعني صار الأمر مفهوما لك وسيعسر عليك أن تفهمه غيرك. إذا هذا الكلام معناه لن يميز الإنسان العربي العادي الشعر من النثر إلا أن يكون دارسا للبحور الشعرية لا حتى لا يعبر عنها كما تفضل. لا, لا أقول هذا، أقول إنه لن يستطيع أن يعبر لغيره عما يدركه هو إلا بأنه هو يوضح له هذا بالطرق اللي وضحوا به. لا أقول أنه لن يستطيع أن يميز، هو سيميز ولكن تمييزه ده سيظل لنفسه، لن يستطيع أن يعلمه غيره. نعم، وأنا سؤالي عن كيف ميز وليس كيف يعلم. كيف ميز الشعر من النثر؟ والله أنا وضحت لحضرتك كيف ميز، يمكن ما وصلش لحضرتك كيف ميز، فأنا حقيقة يعني لا أجد طريقة أكثر من هذا للتوضيح. يعني تقول مثلي هو ميز بملاحظة نمط ما في الكلام؟ نعم، وأنا أوضح لك هذا النمط. لازم أستطيع توضيحه حتى أعلمه؟ لا، أنا رديت على هذا السؤال وقلت حتى تعلمه لا يجب أن تستطيع توضيحه، ولكن حتى تعلمه لابد أن تستطيع توضيحه. هناك فرق بين أن أعلمه وبين أن أعلمه. جميل. إذا يمكن أن نميز بالاستماع والملاحظة أن هناك نمط ما مختلف في هذا الكلام الذي لاحقا سمعناه الشعر. معلش لم أسمع حضرتك عشان النت عندي نعم طب نعم، لحظة بقى. كنت طب أقول. دكتور طارق دكتور طارق لو سمحت، نعم، بس قبل ما حضرتك يعني تعيد السؤال، هو احنا كنا على أساس ماكسيموم 5 دقايق، 5 دقايق احنا لكل أستاذة واحد. سنة، دكتورة خلينا سنة، نعملها لا ساعة ونص، تمام؟ لا، يكون. دكتورة سنة، نعم. احنا بما انه الامور سالكة يعني ونتحاور هو ده اللي أنا عاوزة أوضحه، بس لو سمحت، بس عشان خلاص الناس. احنا اذا احتجنا سنخبرك ان شاء الله. شكرا جزيلا. أنا بس عاوزة أوضح نقطة مهمة ضروري أوضحها، تمام؟ هو ساعة ونص، تمام؟ من دلوقتي ساعة ونص، فهيكون الحوار بينكم إن محدش فيكم يتخطى 5 دقايق في كل مداخلة، تمام؟ فالحوار ماشي آه، بينكم كويس، شكرا. لا بس ساعة ونص من دلوقتي كتير، لأن أو أنا ساعة، الصراحة ساعة. أنا حتى كنت قايل لدكتور طارق إن أنا يعني هو ببدر الميعاد علشاني عشان أنا بس طيب بنام حضرتك بدري ساعة يعني. موافق على بس ساعة؟ مفيش مشكلة، بس يعني لو نستطيع إن إحنا نعود إلى نظام يعني المداخلات هيبقى أفضل، لكن أنا اللي اضطريني لده إن ردود دكتور طارق كانت ردودا قصيرة، لم يفهم منها ما يريد دكتور طارق، فاضطرينا للأسف إلى هذا يعني. طيب معانا ساعة لا دلوقتي لا اشكال. ومداخلات بينكم، مش مفيش مداخلة لا أكتر من 5 دقايق، شكرا. شكرا، لا اشكال. اذا نحن اتفقنا انه يمكن تمييز نوع الكلام حتى لو لم استطع شرحه لغيري، انما استطعت تمييزه. وهذا هو بالضبط الذي نقوله في القرآن الكريم، اننا عندما نستمع لهذا الكلام لاحظنا ان له نمطا ما، وإن لم نستطع أن نضعه ضمن قواعد معينة، لكن هو بلا شك نمط مختلف. وهذا الذي يفسر أصلا يعني تضارب أقوال خصوم النبي محمد صلى الله عليه وسلم بين قائل إنه شعر أو سحر أو كهانة أو سحر مستمر، وإلا لو كان يعني شعرا أو نثرا لقالوه، وهذا كلام عادي، بس هم كان في حيرة وتخبط في تحديد إيش هذا الكلام. وهذا يؤكد ما نقوله من أنه نوعية كلام لاحظناها بنفس الطريقة التي الإنسان العادي غالبا ما سيميز الشعر دون أن يكون بالضرورة دارسا لهذه الأمور. ينتج من هذا أن القرآن نوعية كلام جديدة. الآن سنأتي لمرحلة أخرى بعد أن نوضح استدلالنا، بعد أن نبين أنه فعلا نوع كلام جديد أو آخر ليس شعرا ولا نثرا. ولهذا أحب أستمع إن كان هناك مزيد من الأسئلة حول هذه النقطة قبل أن نكمل إن شاء الله. تفضل أخي. تمام، يعني الواضح إن الدكتور طارق لا يستطيع إن هو يقدم لينا آه، اعتبارات أو يقدم لينا أشياء واضحة
يعلمنا من خلالها بما أدركه هو وغيره من القرآن، على عكس الاعتبارات التي استطعت أنا أن أقدمها للتفرقة بين الشعر والنثر. أنت لم تقدم اعتبارات، لأنه صح أنه يجوز التمييز لإنسان لم يدرس هذه البحور. أخبرنا مرة أخرى كيف ميز هذا الإنسان؟ لا، أنا ما أقوله أنك لا تستطيع أن تعلمنا، لا أنك لا تستطيع أن تميز. هذا هو الأمر. أنا وأرجو بس يا دكتور طارق أنك لا تقاطعني، لأن احنا قلنا اتفقنا أنه لن يكون هناك مقاطعة. أنا ما نهيتش لسه كلام. تاني، أنا الدكتور طارق يقول أنت تستطيع، العربي كان يستطيع أن يميز بين الشعر والنثر قبل أن يضع الخليل بن أحمد قواعد العرب، معروف. ولكن هذا لا يعني أن العربي كان يستطيع أن يميز، أنه يستطيع أن يعلم غيره بهذا الذي ميزه. ولكن جاء الخليل بن أحمد علشان العجم دخلوا إلى الإسلام والدنيا توسعت، بدأ يضع قواعد يستخلصها من هذا الذي ميزه من الشعر حتى يعلم غيره. فما أقول أنا أنك لا تستطيع أن تعلم غيرك بما ميزته في القرآن، وجعلك تظن أنها، أو جعلك تعتقد أن القرآن على نمط مغاير لسائر أنماط الكلام. ودليل ذلك، أو مش دليل ذلك، أو مثال على ذلك، أنني إذا قلت لك إن القرآن يقول أو كاتب القرآن يقول كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر. وهناك صديق يقول كلا والدر الكواكب والبيض الثواقب والزهر الجوائب إنه لقول دعي كاذب غرته الرغاء. هذا الكلام وهذا الكلام. أنت ستقول والله أنا بمجرد ما استمعت إلى هذا الكلام وهذا الكلام علمت إن ده ليس كهذا، رغم أن أنا أظن أن أغلب الناس اللي تحت لم يحدث لديها هذا العلم اللي عند حضرتك. لكن هل ستستطيع أنك توضح لنا كما وضحت لك الفرق أو الاعتبارات اللي وضعوها للتفرقة؟ لا، مش هتقدر أنك توضح لنا. فالحقيقة هذه القضية يعني قضية أصبح يعني مش عارف أنا أتناقش فيها بإيه يعني. لكن أنا بقى سؤالي للدكتور طارق، هل كل عربي يستمع إلى القرآن يستطيع أن يميز، أو يستمع إلى كلام يقال إنه قرآن، يستطيع أن يميز أن هذا الكلام على نمط خارق للعادة وبناء عليه يقول إنه قرآن، أم إن ليس كل العرب يستطيعون ذلك؟ مرة أخرى، يعني يبدو أنك لم تفهم النقطة التي أريد أن أقولها. أنا لم أقل لأنه نوع جديد هو خارق للعادة، هذه الخطوة الأولى في الاستدلال. وحتى أبين لك أن كلامك سيؤدي إلى السفسطة في اللغة طبعا بلا شك، أعكس عليك نفس السؤال بنفس الطريقة. كيف ميز الإنسان العربي العادي الذي لم يسمع ببحور الشعر ولا القواعد، كيف ميز وعرف أن هذا الشعر أو نمط كلام آخر غير النثر؟ هذا سؤال. هو نفس سؤالك بالمناسبة، أعكسه عليك حتى أوضح لك أنك كلامك سيؤدي إلى نوع من أنواع السفسطة في اللغة. تفضل. هنالك سؤال أنت لم تجب عليه يا دكتور طارق. ما هو؟ هل أنبه؟ ما هو؟ هل يستطيع كل عربي هذا إذا مبني عليها. سمع؟ هذا السؤال مبني على مبني من ماذا؟ النقطة الأولى، مبني على أنه نوع جديد. لازم نثبت أولا أو نوضح أنه نوع جديد، ثم تسأل وهل يميزه كل عربي؟ لا نريد نقفز عن هذه النقطة. لا يعني أنت لا تريد أن ترد على هذا السؤال. ما هو مبني على المبحث هذا. مش لازم نقول أول شيء أنه لازم يثبت أن يكون نوع جديد ثم بعدها نقول هل كل عربي يميز هذا النوع؟ ليس هكذا السير المنطقي السليم للحوار؟ نعم، أنت سؤالك الآن بتقول لي كيف فرق العرب بين النثر والشعر.
قبل فأعتقد إن هذا القواعد السؤال التي وضعها. قبل القواعد النحوية. وأنا أيضا أسألك، تمام. هل يستطيع تمام. العرب، أو هل يستطيع كل عربي إن هو يميز بين أو إذا سمع كلاما يقال إنه قرآن، أن يعلم أن هذا كلام، أو أن هذا الكلام على نمط خارق للعادة، فيقول بذلك إنه قرآن ولا لا؟ ده سؤال. لا، أنا لم أقل نمط خارق للعادة، لا أعرف من أين أتيت بهذه النقطة. أنا أقول إنه نوع جديد. لو تتكرم تعيد السؤال وفق كلامي مرة أخرى. أنا أعتقد إن حضرتك كنت قايل إن المعجزة هي تغيير في طبيعة الكلام. صح، بس أولا أبين أنه نوع جديد، ثم أبين كيف هذا النوع خرق طبيعة أو تغيرت فيه طبيعة الكلام. فأنا ماشي خطوة خطوة. أوكي. مرة أخرى أوكي. إذا تسمح لي، كيف يميز العربي العادي الذي هو جاهل بالأدب والشعر؟ ميز الشعر وعرف أنه هذا الكلام مختلف نوعا ما. كيف ميزه؟ لأن العربي العادي يستطيع إن هو يدرك الموسيقى اللي موجودة في الشعر. أنا تاني بعيد تقريبا نفس الكلام. أنا لم أقل إن العربية ليس قادرا على تمييز الشعر من النثر قبل أن يضع الخليل بن أحمد قواعد الشعر أو قواعد العروض، وإنما أقول إنك لا تستطيع أن تعلمني بهذا الذي ميزته بدون هذه القواعد. يعني أنا الآن إذا كنت أقرأ الشعر ولم أستطع، أنت الآن تدعي تقول لي والله أنا أستطيع أن أنا أميز بين هذا وذاك. أنا والله قرأت هذا الكلام وقلت لك والله أنا لا أجد فرقا. أنت لن تستطيع أنك توضح لي هذا الفرق بدون هذه القواعد. ما قلتش أنك عاجز عن التمييز، والله أنت بتقول أنا بميز ما بينهم. ده أمر أنا مش هقدر إن أنا يعني أنازعك فيه أو أحاكمك فيه، يعني إنك مش موضحت لي شيء أقدر إن أنا أناقشك فيه. بس ده كل سؤال. مرة أخرى هو نفس سؤالك، أنا أعكس عليك حتى تفهم قصدي. أنت لم تستطع أن تعلمني كيف نميز الشعر من النثر قبل وجود هذه القواعد. أنت قلت بالموسيقى، هل تقصد بالموسيقى نمط يعني ولا شيء آخر؟ لا، واضح ان الدكتور طارق ما فهمش كلامي. انا في كلامي قلت انني انا لو اريد ان ابين لك الفرق بين الشعر والنثر، فانا ساحتاج الى هذه القواعد حتى ابين لك. لكن قبل هذه لا لا، أنا القواعد سؤالي هل قبل ممكن، القواعد. أيوة بالضبط. هل قبل القواعد انا كباحث مثلا استطيع ان انا ابين لك هذا الامر بدون ما احط قواعد كده واطلع اعتبارات اوضح لك بيها؟ لا. لكن انت تستطيع بانك تسمع ده تدرك الفرق ما بين الشعر والنثر. تستطيع انك قادر انك تدرك الموسيقى، لان انا نفسي لما وضعت هذه القواعد اصلا انا وضعتها لان انا ادركت الموسيقى والتقسيمات اللي موجوده في الشعر. خليل بن احمد لما وضع دي كان قال لك الحدادين اللي جنبه كانوا بيدقوا على الحديد، فهو بيقرأ الأبيات ومعرفش ولا بيت إيه، لأن ماشي مع هذه الدقدقة يعني بتاعت الحدادين. فالقضية تاني إن أنا علشان أعلمك بهذا الفرق الذي أجده بين الشعر والنثر، أنا بحاجة إلى إن أنا أضع اعتبارات أو إن أنا أضع قواعد اوضح لك بيها. لكن هل انا قادر ان انا ادرك ده بدون هذه الاعتبارات وبدون القواعد؟ قد اكون قادرا على ذلك. جميل. وكيف كان العرب يتذاكرون الشعر قبل الإسلام؟ كانوا يقولون لبعضهم قال امرؤ القيس كذا، قال امرؤ القيس كذا. هم لا يأتوا بكلامه العادي أريد ما، أنهم يأتوا بكلامه ذاك الآخر الذي هو قصيدة. وهم علقوا المعلقات على الكعبة كما هو مشهور ومعروف، فهم يعرفون أنه هذا الشعر ويتحدثون أنه قال شعرا. فهم كانوا يتحدثون فيما بينهم، يعني أنهم يعرفون أن هذا شعر وميزوه عن الكلام العادي الذي كان يقوله عنترة وكان يقوله زهير وغيره. هم لم يعلقوا مثلا أو لم تشتهر كلام زهير العادي، اشتهر كلام معين وحفظوه وتداولوه وكانوا يسموه قصائد والشعر. إذن هم يعرفونه، ليس الأمر أنه بس عرفه داخليا ولم يستطع تمييزه لغيره. ولو كتبوا كلام عادي لجاء وقالوا لما كتبتم هذا ليس شعر. فما رأيك بهذه المسألة؟
أنا رأيي كانوا يعرفونه. ده لا يعني أنهم قادرون على أن هم يعبروا عنه يعني. يعني ما أريد أن أقوله أنا الآن لما دخل العجم إيه اللي دفع أصلا العرب إن هم يقاعدوا هذه القواعد؟ هم كانوا عارفينها بالسليقة بتاعتهم، عارفين والله إن ده شعر وده نثر، عارفين والله هو إن هذا ده سؤالي، ايش الشيء الموجود في الشعر؟ اسف للمقاطعه. ايش هو اللي خلاهم يعرفوا انه هذا الشعر مش نثر؟ بس هذا سؤالي. لا، أنا أعتقد إن أنا جاوبت هذا الأمر يعني. بس مش عارف يعني هل جوابي مش واضح لهذه الدرجة ولا لأ. انت قلت فأنا قلت والله موسيقى، إنهم ولذلك انا اقول عنها نمط، انت تقول هم موسيقى، قادر. تقصد نفس الشيء؟ والله عايز تسمي ده نمط أوكي، بس هو هذا النمط هو نمط موسيقي. نمط موسيقي يميز بين النظم والنثر. تمام. ثم بعد كده قد يكون هذا النظم يرتقي ويكون شعر زي ما قلنا، اعتبارات أدبية بقى، أو لا يرتقي لذلك. لكن في النهاية هم قادرون على أن هم يميزوا هذا النمط الموسيقي. تمام. القضية كلها لما هم حبوا يعلموا العجم بقى اللي هم غير قادرين على تمييز هذا النمط، الذين لم يستطيعوا ان يميزوا هذا النمط، ماذا فعلوا؟ قعدوا القواعد. فهي دي القضيه مش قضيه ان انت قادر تميز، وانما القضيه انك قادر تعلم غيرك، قادر انك تقدم لغيرك اعتبارات واضحه يميز من خلالها، انه يفهمها منك ويميز من خلالها بين الشعر والنثر. طب انا عايز بس دلوقتي الدكتور طارق يقول انه جاء بنمط جديد. طيب يعني هل معنى نفترض ان القرآن جاء بنمط جديد الان، نمط ليس شعرا وليس نثرا، تمام، نفترض ذلك. آه طيب اين بقى تغيير طبيعة الكلام في هذا النمط الجديد؟ اذا كان هو يرى ان كونه نمط جديد ده لا يغير طبيعة الكلام، وده امر طبعا انا اتفق معاه فيه، لكن اين تغيير طبيعة الكلام في القرآن؟ أنا بس أريد أن أغلق هذه النقطة حتى يتضح الفكرة، أنه هو الناس ميزت وقالت هذا شعر بسبب تمييزهم نمطا ما في هذا الكلام جعلهم يسمونه شعرا، والنمط هذا لا يوجد شيء يوجبه عقلا، يعني ممكن نخترع نمط جديد ويسمى شعر عادي، ما في أي إشكال. قد يعني نخالف مثلا قواعد الشعر الموجودة بلا شك، ولكن عقلا ليس فيه إشكال. نحن لا نبحث الشعر من خلال داخل فن الشعر، نحن نبحث الشعر من ناحية عقلية، يعني من المظلة الأعلى قليلا. وإذا ركزنا فإننا لن نجد شيئا جعل الشعر شعرا إلا هو نمط معين يتكرر بطريقة معينة، يمكن غناء ويمكن تلحين، وأحيانا لا، حسب. الآن هذا الأمر النمط هو الذي جعلنا نتيقن بالضرورة، لأننا نفهم اللغة ونتكلم بهذه اللغة، أنه هذا نمط جديد. القرآن نفس الشيء، القرآن هو نمط لا يركب على بحور الشعر، وليس هو نثرا لأنه فيه نمط معين محدد. وبالنسبة لقولك والله هل يميز كل عربي نمط القرآن، فإن هذا لا يمنع أنه نمط، لأنه عادي في عرب لا يميزون الشعر، وهذا لا يمنع أنه شعر. الآن ممكن أضع شعر ويقرأه بعض الناس لا يعرفون أنه شعر أصلا، هذا لا يلغي حقيقة أنه شعر. فبلاش نعتمد على نقطة هل كل، لأنه هذا أيضا إذا مشينا عليه سيلغي وجود الشعر، وهي سفسطة في اللغة. الآن لما ثبت أن القرآن نمط معين مميز، فإن تغيير الطبيعة فيه هي أننا نعلم أن اللغة عبارة عن أصوات نعبر فيها عن معاني، وبالتالي من كان عالما باللغة لابد أن يستطيع على الأقل بعض الناس أن يستعملوا هذا النمط للتعبير عن معاني عندهم. فأنا ممكن أقول أعطني ماء لأشرب، ممكن أستعمله أو أعبر عن هذا المعنى بالشعر، ممكن أعبر عنه بالنثر، لأن الشعر بالنهاية كلام نستعمله للتعبير عن معاني موجودة عندنا. ولكن القرآن نمط كلام مفهوم عربي بلا شك لأننا نفهمه، وهو نمط متميز كما بينا، لأن من خالف هذا سيؤدي به الأمر إلى إنكار الشعر. وأيضا لا نستطيع أن نفعل أو نعبر عن معاني موجودة عندنا بنفس نمط القرآن الكريم.
هنا يكمن إعجاز القرآن الكريم. نحن نتكلم هنا عن إعجاز خاص اللي هو أحد المعجزات. طبعا هذا كلام مفروض بدأنا قبله بالحديث عن المعجزة نفسها، بغض النظر معجزة خاصة القرآن أو أي شيء آخر، لكن هذا باختصار هنا يكمن إعجاز القرآن الكريم. طيب، ما فهمته من الدكتور طارق أنه يقول إن وجه تغيير طبيعة الكلام أن الكلام أصوات نستطيع أن نستخدمها للتعبير عن المعاني. ويقول الدكتور طارق أنه لا يستطيع أحد أن يستخدم هذه يعني أو هذا النمط الذي جاء به القرآن ليعبر عن المعاني المكنونة في نفسه. وفي الحقيقة يعني هذا أمر فيه نزاع. فأنا سؤالي: كيف نعلم أن لا أحد يستطيع أن يستخدم نفس نمط القرآن للتعبير عن المعاني المكنونة في نفسه؟ ثانيا، أنا سؤالي لم يكن كل عربي الآن، يمكن أن سؤالي ما كانش أوضح، ولكن هل كل عربي قح؟ كل عربي قح زي العرب اللي كانوا يميزون بين الشعر والنثر، هؤلاء الأقحاح، هل كل عربي قح يستطيع أن يميز بين هذا النمط القرآني والأنماط العادية التي نكتب بها أم لا؟ ده سؤالين. لو مش كل عربي قح يستطيع أن هو يميز، فياريت الدكتور طارق يوضح أن هو يقصد كل عربي قح. وقح هذه كيف نميزها أستاذ بحث؟ مفهوم العرب الأقحاح هم العرب بالسليقة، اللي هم تقريبا لحد القرن الأول تقريبا. علماء الأدب بيعدوهم يعني عصر الاحتجاجي. كل واحد في عصر الاحتجاج ولا بعضهم؟ ده سؤال يعني، كل واحد ولا بعضهم بس اللي قادر؟ لا، أنت تقول احنا كلامنا عن الأقحاح، قلت لك ما كيف نميزهم، قلت لي لحد القرن الأول، قلت لك كلهم ولا بعضهم، أنت اللي قلت الأقحاح، أنا لم أقل هذا الأمر. كيف نميز هؤلاء لأنك تحتج فيهم أو عايز، أو أنك أنت تجنبت السؤال بأن تقول لا أصلا أنا كلامي على العرب الأقحاح مش دول. فهمت يعني علي؟ كلامي عن العرب الأقحاح، أنا ما فهمتش أنت عايز تقول إيه يا دكتور. أنت عايز تحتج بجماعة جزء من العرب، وإزاي نميزهم دول؟ هذا سؤالي عشان يكمل حوارنا. العرب الأقحاح العرب بالسليقة. يعني مثلا الصحابة من العرب الأقحاح، الصحابة العرب من العرب الأقحاح. هل دول عند حضرتك ليسوا من العرب الأقحاح؟ وأنا مش عارف يعني إيه عرب أقحاح. بالسليقة. العرب أيام النبوة في ناس تعرف الشعر، في ناس لا تعرف الشعر، جاهلتهم بالشعر عادي، مش كل الناس عربي تعرف يعرف شعر الشعر. والناس لا تعرف شعر. يعني ليس كل عربي شعر حتى لو كان العرب عربيا هذا في اللغة. بالسليقة. ليس كل عربي خلاص، يبقى أجب السؤال بهذه الطريقة: ليس كل عربي وإن كان وإن كان عربيا قحا، عربيا بالسليقة، قادرا على التمييز بين هذه دقيقة، الأنماط. أنا آسف، دقيقة. عربي بالسليقة يعني إيش؟ عربي بالسليقة يعني هو الرجل مطبوع على العربية، ولد في بيئة العرب، واللغة موجودة فيه بسليقته، مش زي حالاتنا احنا كده رحنا المدارس نتعلم نحو وصرف وعروض. يعني بلال بن رباح مثلا ولد عند العرب ونشأ عندهم، عربي بالسليقة ولا لا؟ لو كان نشأ فيهم من صغره وأخذ اللغة عنهم، فطبعا يصبح عربيا بالسليقة. يعني كل من ولد بين العرب هكذا؟ لا، ولد بين العرب ونشأ بينهم، العرب القدامى يعني، م. العرب الأقحام. زي ما الإمام الشافعي راحل، بس الإمام الشافعي من قريش يعني، فهي كده حتى نسبا م. عربي. كان يذهب إلى البادية أو أرسلته أمه إلى البادية علشان يتعلم لسانه. اللغة.
بالظبط صح، بالظبط. ولذلك لم يبقوها في مكة نشأ مثلا، حتى النبي لم يبقى في مكة وهي بيئة عربية. أنت فاهم قصدي؟ نعم، لأن فمسألة هذه لا طبعا. يمكن ضبطها، أنا قصدي هنا ما ينفعش تجيبها وتحتج فيها بشيء غير واضح، هذا كان لا قصدي. يعني لا، أنت تستطيع إنك ترد وتقول والله مش كل واحد من هؤلاء العرب قادر على التمييز. أكيد بلا شك هذه أمة كبيرة، ليس كل إنسان قادر على التمييز، ولكن نحن نقول بالمجمل، نحن بالمجمل نميز أن هناك شعرا ما، وجود الناس لا يميزوه لا يمنع أنه شعر. نفس الشيء مع القرآن، إننا بالعموم بالمجمل نميز نمطا ما مختلفا، وليس يجب أن يكون كل إنسان مميز، لأنه في ناس عندهم جهل باللغة، أو على الأقل ليست هذه من اهتماماتهم، هم تعلموا اللغة ثم انصرفوا إلى يعني اللغة الأساسية من أمهم وأبيهم، ثم صرفوا إلى مهنهم، أو مش شغلته اللغة يعني، فهو يعبر طب فقط إذا بالأساسيات. كان شغلته اللغة، إذا كان شغلته اللغة وعلمنا أنه عالم باللغة ويعرف مم. الشعر، نعم. ثم لم يميز. نعم، نقول لابد أنه أخطأ، وإلا هنلغي الشعر خالص، وهذا الشيء لا يمكن أن نفعله لأنه شيء لا لا لا، ضروري موجود نعلمه. لا، هذا لا يلزم منه أننا نلغي الشعر، ولكن قد إيه يكون خلاص، أنت إذا لا ادعاؤك، يمنع. ادعاؤك أنت بوجود تمييز هو الادعاء خاطئ. جميل، حتى إذا هذا ينعكس عليك نفس الشيء، أنه لو وجد عربي ادعينا بين قوسين أنه قح لم يميز، هذا لا يمنع أنه القرآن نوع آخر، هذا أوافقك فيه بلا شك. ونعم، ولكن أيضا لا يعني أن القرآن نوع آخر، يعني من الآخر كده مفيش حاجة تحتج بيها عليه. خلاص معناها لا يوجد شعر. لا، هنالك شعر طبعا. احنا عايزين حاجة عايزين حاجة كل الناس يتفقوا عليها، بس ما فيش. انت ليه بين لا؟ انك تقول ما فيش شعر، او تقول لا يمنع انه بعض الناس أنا لم يرى هذا الامر انه في غير موجود. في حد من علماء اللغة قال لك إن الشعر مش شعر والنثر مش نثر. هو ده كلامي، وجود اناس لا يميزون لا يعني عدم وجود شعر بس. في الحقيقة إن مفيش هذه ناس الفكرة. من علماء اللغة لم يميزوا. انت تتكلم عن علماء اللغة الان فقط الذين درسوا اللغة يعني، ليس او الآن. يدرسونها. لا، ليس الآن، على مر التاريخ بدور في التاريخ، وحتى لا شك. العرب الأقحاء نفسهم مفيش حد فيهم رأى قصيدة ولم يعلم إن ده شعر، ورأى نثر ولم يعلم إن ده نثر. بالضبط، وهذا هو كلامي، لكن ووجود منهم اناس لكن لا منهم يميزون لا يمنع لا مش وجوده. لا، أنا بقول لك لم يكن هنالك من لا يميزون أصلا بين الشعر والنثر، في حين أن كان ما هناك من قال لك؟ الصحابة لا من دقيقة، لا من اين لك هذا؟ يميز بين. من على قال لك حسب هذا؟ المعلومات اللي وصلتنا، على حسب المعلومات اللي من وصلتنا. معلومات من فين؟ موجودة بكتاب مثلا؟ كيف عرفت؟ هذه أمة كتب، كبيرة. تاريخ، تاريخ المنقول. ممكن تعطيني نص نقل هذه المعلومة؟ وانت كيف عرفت ان ال... ان اصلا كان في شعر، كان في نثر بيقال وقتها؟ خلاص، ما أنا بقول لك أنت بين أنك إذا لم توافق على كلامي تنكر يعني ما وجود هي الشعر، خلاص. امر كله تاريخ. لا، انا لا انكر وجود الشعر. تمام، من أين لك الفرق بين إنه لازم العربي طيب القح يعرف اعطيني. إنه هذا الشعر وليس نثرا؟ المعلومة من فين؟ والله أنت قلت كتب. لا انا سالته وانت قلت لا مش بالضروره، فانا قلت لك خلاص مش بالضروره، ولكن لم يصلنا أن عربيا قحا استمع إلى شعر ولم آه. يدرك أنه شعر، أو استمع إلى نثر وقال والله لم لا أنا مش عارف يصلنا ده نثر ولا لا. لم يصلنا، هذا نقص بالمعلومات، ما ينفعش حجة، أصلا فلذلك على نبقى على الأقل، الأصل. أنا باني على المعلوم لدينا أن هنالك من الصحابة من استمع إلى القرآن ولم يدرك هذا النص. ففي الحديث الصحيح ما فيش الذي مشكلة، أخرجه ما فيش مشكلة البخاري. خالص. لا طب زوجة عبد وضح الله بس بن رواحة للأطفال. معروف. لا مش زوجة نعم. عبد الله بن رواحة، ده في الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري ومسلم عن ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن، يعني مش حد من اللي ما يعرفوش، ده من اللي يعرفه. والنبي دعا له اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. ففي الحديث الصحيح اللي أخرجه الإمامان البخاري ومسلم لو أن لابن آدم واديان من ذهب لابتغى ثالثا وما يملأ عين ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب فقال لا أدري أمن القرآن هو أم لا. ادي راجل حبر الأمة وترجمان القرآن اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل،
كان في حاجة لم يميز. كان في حاجة اسمها كان لم في حاجة اسمها يميز. رفع الآيات، فهو لا يعني الفكرة أنه لا أدري هل هي من القرآن أي بقيت أم رفعت ونسخت، والصحيح أنها نسخت، لا لا ولا لا 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 يعني لا لا لا. لا هذا الكلام قيل بعد أن جمع عثمان المصحف. م. يعني كان المنسوخ معلوم وغير المنسوخ معلوم. من هذا اللي لا، بقوله. أنا أقول لك الكلام ده لو كان قال ابن عباس هذا الكلام ايام الرسول والرسول لسه عايش، فيقول والله لسه ما عرفش ده نسخ ولا لا. انما ابن عباس اخذ القران عن ابي بن كعب وعن زيد بن ثابت وعن عبد الله بن مسعود، وقال هو نفسه ابن الآن. عباس في الحديث الصحيح. طب وضح بس يا دكتور طارق عشان الحته اللي حضرتك قلتها. وقال هو نفسه عبد الله بن عباس في الحديث الصحيح الذي اخرجه الامام احمد والنسائي وغيرهما، والحديث صحيح على شرط البخاري ومسلم، إن ابن مسعود حضر العرض الأخير للقرآن وعلم ما نسخ وما بدل. وابن عباس كان ممن أخذ القرآن عن عبد الله بن مسعود، وكان ممن أخذ القرآن عن أبي بن كعب، وكان ممن أخذ القرآن عن زيد بن ثابت برضه قيل إن هو حضر العرض الأخير. وقال هذا الكلام بعد جمع عثمان للمصاحف. فلا يصح انك تقول لم يكن يعلم، هو لا ادري من القران ام لا، يعني لا ادري هو نسخ ام لا. لا، هو كان معلوم لديه ما هو منسوخ وما هو ليس بمنسوخ. من قال لك كان معلوم لديه؟ نحن ليس مشكلة عندنا أن تغيب بعض المعلومات عن بعض الصحابة، هذا عادي لا، عندنا، انا دللت بل قد على يخطئ بعض انه لا الصحابة في لا بعض المسائل. انا دللت على أنت انه أنت ليش مفترض أنه لازم كان. عبد الله بن عباس يعرف كل حاجة؟ هذا السؤال. مش كده، مش بقول لك عارف كل حاجه، انا بقول لك القران كان جمع في صحيفه واحده الناس كلها عارفاها والناس كلها مجمعه عليها ومتفقه عليها. وكان اخذ القران عمن علم ما نسخ وما بدل، يعني هو نفسه بلسانه قال ان ابن مسعود علم ما نسخ وما بدل، هو خد عنه القران. فيقول ازاي انا ما اعرفش دي نسخت ولا لا، اذا كان هو قال لك ابن مسعود علم ما نسخ وما بدل هو خد عنه القران، تقول لي ما يعرفش؟ مرة أخرى، في حاجة هنا تتعلق بالجمع والنسخ، أنه كان بعض الصحابة يعتقد أنه في بعض الآيات هي من القرآن بس لا يجب أن تكتب ضمن المصحف المجموع، وهذا ما روي يعني أحيانا عن مثلا سيدنا عبد الله بن مسعود أنه كان لا يكتبها داخل المصحف الجامع. فهي مسألة فقهية تتعلق هل يجب أن يوضع هذا أم لا. أصلا يوجد بعض الصحابة بالمناسبة كانوا يعتقدون بوجوب وضع أشياء داخل القرآن غير القرآن وهم عارفين أنها غير القرآن، مثل دعوة أو دعاء مثلا قاله سمع أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله بعد إحدى الآيات فتبركا يريد وضعه. فهذه المسألة ليس لها علاقة بتمييز نوعية كلام القرآن، هي مسألة أقرب ما تكون إلى الفقهية من حيث ما الذي يصح أن يوضع في القرآن الكريم. لكن على فرضها، وأنا أقول طبعا ليست دقيقة الكلام هذا، على فرضها أنا قلت لك ليس هناك مشكلة إذا وجد إنسان لم يميز نمط القرآن، هذا لا يمنع أنه نمط آخر أو نوع جديد، كما أنه لا يمنع وجود إنسان لم يميز الشعر لا يمنع من وجود الشعر. هكذا الفكرة. دكتور طارق، اللي انا ما بتكلمش على ادعيه كانت بتكتب، ولا بتكلم عن حاجه كانوا ما بيعدهاش من المصحف. انت كان ردك علي انك بتقول ان ابن عباس لم يكن يعلم هذا من المنسوخ ام لا، وانا ردي على حضرتك كان ان هذا الكلام كان بعد جمع عثمان المصحف، وكان عرف ساعتها ما نسخ وما بدل. فهذا، وكان الكلام ده بعد وفاة ابن مسعود اللي خد عنه ابن عباس القرآن، وهو نفسه اللي قال ان ابن مسعود كان عالم ما نسخ وما بدل. فأنا كل ما أفعله أنني أبطل تأويلك لهذه الرواية الصحيحة التي أخرجها الشيخان، وأقول إن التأويل إن ابن عباس، إن التأويل الصحيح وهو ظاهر النص أن ابن عباس لم يكن يعلم ده قرآن ولا لا، بس في حين ان ده كان قرآن. يعني ابن عباس اللي هو حبر الأمة وترجمان القرآن ما قدرش يميز هذا النمط اللي الدكتور طارق بيقول عليه، رغم انه الراجل كان طبعا في اللغة هو من هو، والمفروض المطلوب من الباحث الفقير الغلبان اللي جاء بعد 1400 سنة ان هو يميز هذا النمط ويعلم ان هذا النمط فيه تغيير لطبيعة الكلام، من ثم يؤمن بأن هذا القرآن هو كلام الله.
لا هي مسألة، هو بس لم يقل لم أميز، كان الكلام يعني متعلق بماذا يجب أن يوضع وماذا يجب أن لا يوضع. وبالمناسبة إلى اليوم يعني توجد عندنا قراءات غير متواترة. قراءات غير متواترة نقصد بها قرآن غير متواتر، لأنه القرآن نحن نؤمن أنه كان ينزل أحيانا وتنزل بعض الآيات وترفع، ولذلك اعتمد الصحابة على العرض الأخيرة. فلهذا السبب إلى اليوم توجد عندنا قراءات صحيحة من حيث السند موجودة، بس اجمع الصحابة على عدم وضعها في المصحف. طب لو جاء إنسان الآن وقال هذه يجب أن تكون في القرآن مثلا، الموضوع مش موضوع نمط، ليس الكلام هنا عن نمط قرآن، الكلام هنا عن ما الذي يجب أن يوضع بين دفتي المصحف فقط ونسميه قرآن. فوقع الإجماع أنه يجب علينا أن نضع هذه لأنها آخر عرضة، آخر ما خرج من فم النبي صلى الله عليه وسلم نكتبه، وهو لأنه قرأها مرتين في رمضان، آخر رمضان له، وأكد عليهم أن هذا هو القرآن. فمن هذا الباب الصحابة قالوا أي شيء آخر غير هذا نحن نقول إنه خارج دفتي المصحف. فالمسألة متعلقة في ما الذي يجب أن يدخل وما الذي يجب أن يخرج فقط، وليس الكلام عن نمط وليس نمط أو إعجاز أو ليس بإعجاز فقط. أنا وضحت بطلان هذا الكلام ووضحت أدلتي، وأعتقد أي حد سمع الأدلة اللي بتدل أن ابن عباس لم يكن يقصد قصة النسخ وما يكون بين دفتي المصحف ولا لأ، إنما ابن عباس لم يعلم ده من القرآن ولا لأ، لم يكن يعلم هل ده أصلا قرآن ولا لأ يا جماعة. فهي دي كل القضية. وأنا مش شايف ليه دكتور طارق مستصعب الأمر، هو قال ليس بالضرورة إن كل عربي يعلم ده، وحتى قال لو كان صحيح عالم مش صحيح بالضرورة إنه يعلم. صح مش ففي بالضرورة، بس هذا النهاية أنا بس ضربت مثال على إن على الأقل إحنا في المعلوم لدينا لم نجد عربيا يسمع شعرا وينكر أنه شعر، ويسمع نثرا وينكر أنه نثر، في حين ان احنا وجدنا من العرب الاقحاح بل من صحابه الرسول من يسمعون قرانا ولا يعلمون ما هو قران ام لا. نعم. لذلك أنا قلت حتى لو صحت هي يعني لا تساعدك في هذا السياق، وأنا علقت هنا على ابن عباس لأنك تخرج الكلام عن سياقه. فأنت السياق كله متعلق ما الذي يجب أن يدخل وما الذي يجب أن يخرج، أنت أخذتها خارج السياق وقمت بعملية أنه تحتج على أنه هل هذا نمط ليس بنمط، ومع ذلك هذا لا يساعدك، لأن أنا سبق أن بيّنت أنه عدم تمييز إنسان للنمط لا يلغي وجوده، كما أن عدم تمييز إنسان للشعر لا يعني أنه ليس بالشعر. بس هذه الفكرة. وأما قولك أنه والله حسب ما وردنا ما فيش واحد لم يستطع التمييز، فأنت معتمد على قلة المعلومات يعني، وكما نعلم عدم العلم ليس علما بالعدم. فأنت هنا يجب أن تقول أنا لا أعلم، لست متأكدا، لا أن تقول بحسب ما وردنا ثم تبني عليه مواقف كبيرة يعني. والله يعني مش موقف كبير ولا حاجه يعني سبحان الله. الصراحه احنا دلوقتي اللي توصلنا له يعني عشان بس اتكلم عن الدكتور طارق ان اعجاز القران عند الدكتور طارق حضرتك تستطيع انك تميزه تمام كده، بمجرد ما حضرتك تستمع الى القران حضرتك هتميز ان هذا القران ليس على نمط او هذا القران جاء بنمط لا يستطيع احد. صراحه انا لا لا الخطوة الأولى عند الاستماع نميز أنه نمط اوكي جديد فقط. لاحقا لما درسنا الظروف المحيطة بالرسالة المحمدية تأكدنا أنه أعجز كل العرب، وبالتالي هذا جعله مانع، أصبح الناس غير قادرين على استعماله. لا ممكن تقول لي كيف علمت ان القرآن أعجز كل العرب عن أن يأتوا بمثله؟ أولا نحن نعلم أن النبي عندما جاء كان وحيدا ومعه قلة قليلة، وبقي حوالي يعني ما يقارب 18 عام، وهو قلة وأتباعه قلة بالنسبة للعرب، ونعلم أن العرب كانوا يعادونه ويحاربونه، ونعلم أنه كان يحتج عليهم بهذا القرآن. هذه الأمور معروفة ومتواترة من التاريخ يعني. الآن نحن نعلم أنهم في وسط هذا الحرب لا بد أنهم كانوا مجتهدين في إبطال دعوته، ولا شيء أسهل من استعمال هذا النمط الذي جاء به محمد
وإبطال حجته وتبكيته أمام الناس. ولذلك لو كانوا قادرين لوجدت عشرات المصاحف مثل مصحف محمد ولتواترت أكثر من تواتر القرآن. لماذا؟ لأنه هو الطارئ، هو الشبهة، هو الجديد، وهم الأكثر وهم الأصل. والله أنا لا أتفق معك يا دكتور طارق في هذا، لأن في النهاية المسلمون هم الذين حكموا الجزيرة العربية، هم الذين صارت لهم اليد الطولى كما يقال. فلا أسلم ما أنه تحكموا آخر 3 ممكن أنهي سنوات كلامي وما يعني. تقاطعنيش يا دكتور طارق. ممكن أنهي كلامي بعد إذن حضرتك. طب تفضل. بلاش بس مقاطعة، وقدامكم 22 دقيقة. تمام؟ هي اللي فاضلة. أوكي. هو دكتور طارق بيقول والله لو كان العرب جاءوا بمثل القرآن كان تواتر لينا، كان جاء لينا. أنا بقول والله أنا لا أسلم إنه كان سيأتي لينا. أنا لا أسمع. وينقل نقلا صحيحا، ومن الممكن أن ينقل نقلا دكتور باحث، لو حضرتك تعيد آخر 10 ثواني لو سمحت، عشان دكتور طارق ما سمعش حضرتك وكان عندك تعطيل. طب هل صوتي الآن واضح؟ واضح. دكتور طارق حضرتك سامعون؟ نعم الآن سمع. أوكي. أنا أقول أن الدكتور طارق يقول لو كان العرب جاءوا بمثل القرآن لكان هذا الذي جاءوا به تواتر ووصلنا الآن. أنا أقول والله لا، يعني هذا الأمر لا يسلم ليك، وأنا أطالبه بدليل وجوب وصول هذه الأخبار أو هذه المعارضات إليه. بل أنا ما أقوله أن هذه المعارضات وإن كانت تتوافر الدواعي لنقلها، إلا أنها من الممكن أن تنقل نقلا صحيحا، ومن الممكن ألا تنقل أصلا، ومن الممكن أن تنقل نقلا مشوها. ولنا فيما نقل على لسان مسيلمة والأسود العنسي، فبعضه كان ينسب لمسيلمة وبعضه ينسب للأسود العنسي. وفي المعارضات أصلا التي لم تصل، فمثلا قالوا أن ابن الراوندي كتب كتابه الزمرد أو الدامغ في معارضة القرآن، وهذا الكتاب محدش فينا يعرف الآن ابن الراوندي قال فيه إيه. فقضية إنه لابد إن هو يصلنا ده مش أمر مسلم الحقيقة يعني. فكرة بقى إن العرب في البداية كانوا مستضعفين، ده كان في البداية العرب كانوا مستضعفين، لكن بعد كده العرب هم الذين سيطروا. وممكن نأخذ مثلا من التاريخ إن كان أتباع مسيلمة، والكلام ده كان في عهد عثمان بن عفان، كانوا يذيعون الكلام الذي كان يكتبه مسيلمة، فما كان من عثمان إلا أن أمر بأن هؤلاء يتم حبسهم، تمام، ويخيروا بين إما الإسلام أو أن يقتلوا. فاللي دخل منهم الإسلام دخل، واللي رفض أنه يدخل الإسلام قتلوا. فأنا لا أدري يعني هل بيئة كهذه يعني تكون يصح أن احنا نقول والله يجب أن الكلام ده يوصلنا، إذا كان اللي بيذيع كلام مسيلمة فيما نقل لنا يعني في هذا الأثر صحيح، صححه الحافظ بدر الدين العيني على ما أذكر يعني، ممكن أبقى أجيبه للدكتور طارق لو طلبه. فبيدل على أن لا، الموضوع لم يكن بهذه السهولة أنك تذيع كلاما فيه معارضة للقرآن زي كلام مسيلمة اللي أتباعه قتل. فلا يسلم بهذا الوجوب، وأريد للدكتور طارق أن يدلل على هذا الوجوب إن أمكن. أنت تتكلم عن الدولة الإسلامية لاحقا، أنا أسأل في بدايات دعوة محمد صلى الله عليه وسلم، في بدايات لما جاء إليهم وكان 13 عام يقارعهم في مكة بهذا القرآن، لماذا لم يقولوا شيء؟ ثم هو الأقل، العرب كانوا أكثرية، كان الأكثرية معارضين له على دين آخر، وكان عندهم حمية دينية. وبالتالي إن كان الأمر بهذه البساطة أنه والله مجرد كلام ركبه محمد وجاء، لو وجب أن يتواتر، ويعني هذا الحكي طبعا يتواتر قبل سيطرة المسلمين،
وأصلا لما كان هناك أي وجه لاتباع محمد. نعم يمكن بعض الناس لاحقا اتبعوه بسبب انتشار الإسلام، لكن في البداية ما في أي سبب يجعل الإنسان يتبع محمد وهو يرى في أندية قريش كل يوم كلام مثل هذا الكلام، مثل كلام محمد وأحسن. فمن هنا قلنا لما في فرق بين الطارئ أو الشبهة وبين الأصل. الآن تخيل يأتي واحد على المسلمين هم الأصل، إذا جاء هو طارئ وقال أنا عندي كلام جديد أعرض فيه القرآن، كان وضع محمد صلى الله عليه وسلم مثل وضع هذا الرجل بالضبط. فورا نحن نعلم بما أن المسلمين يعني كثر وهم الأصل وعندهم حمية دينية، فورا نعلم أنهم سيعارضونه مدام قادرين طبعا بنفس الشيء الذي جاء به، وبالتالي كانت تتواتر ضمن المسلمين الذين هم أكثرية الذين هم الأصل. وما تواتر خلص يعني لا يمكن، لأنه هو تواتر هناك أعداء له، ولا يمكن قطع التواتر بهذه الطريقة. طيب دكتور طارق يقول والله أنا بتحدث عن أيام ما كان المسلمين مستضعفين، لكن في الحقيقة ليس هذا ما يعنيني أيام ما كان المسلمين مستضعفين. فالآن احنا نسأل نفسنا سؤال، والله لو كان قريش، لأن قريش هي كانت الخصم الرئيسي للنبي محمد في ذلك الوقت، جاءت بمثل القرآن، هذا الأمر كان هيتواتر فين؟ كان هيتواتر في المجتمع المهتم بمثل هذا الأمر. لكن الناس مثلا لو بره أصلا قريش وبره المدينة ولاش دعوه بالنبي محمد، ولا حد فيهم أصلا هيهتم. واحد قال أنا نبي وجبت قرآن، وقومه ردوا عليه بعد ما طلعوه من بلادهم وقالوا له والله لا ده احنا جبنا لك معارضات. حد بره مش هيهتم بهذا الكلام، فمش بالضروره ان الامر ده ينتشر خارج سياق مكه اللي سيطر عليها النبي محمد بعد ذلك. ففكره انه يتواتر او ينتشر ممكن انه ينتشر، ولكن في سياق الاهتمام، سياق الناس الذين من المتوقع ان يكونوا مهتمين بمثل هذا الامر. الفكره بعد كده ان انا ما يهمنيش وقتها هم كانوا مستضعفين ولا مش مستضعفين، انا يهمني اللي بعد كده. يهمني بعد كده فتره 1400 سنه من الزمان، مش فتره ال 20 سنه ولا ال 30 سنه، ال 20 سنه اللي النبي قاعد فيها في الدعوه. لا، بعد كده في 1400 سنه لاحقه على دي المسلمين كانوا هم المسيطرين. وانا ضربت مثال على ده من اللي حاول يذيع كلام مسيلمه اتعمل فيه ايه، والاثر تاني صححه الحافظ بدر الدين العيني. ومن نفس الاثر هرد على النقطه الثانيه اللي اثرها الدكتور طارق. بيقول لي الدكتور طارق يعني هل معقوله كانوا بيردوا على النبي محمد في الانديه والناس مؤمنين بيه؟ طيب يا دكتور طارق، هل معقوله المسيلمه يكون قالها الكلام السخيف اللي بيدعى ان هو قاله، ومش عارف يعني الفيل ما الفيل وما أدراك ما الفيل له ذلوم طويل، كما يعني ينقل عنه ان هو قال هذا الكلام، وأتباعه بعد وفاته ب20 سنة يقرروا ان هم يموتوا في سبيل دينه. عثمان يلقي القبض عليهم ويضع السيوف على رقابهم ويقول لهم يا تسلموا يا سأقتلكم، ورغم ذلك يختارون ان هم يقتلوا. ادي انا عندي شاهد لناس السيوف وضعت على رقابهم في دين في اعتقاد المسلمين هو انه، وعلى ما نقله المسلمون، هو دين ظاهر البطلان، يمكن اظهر بطلانا من دين النبي محمد لو حد عرضه، لان يمكن المعارضه فيها برضو اخذ ورد، واحد شايف ان ده زي القران ولا ده مش زي القران. لكن كان كلام مسيلمه على زعم المسلمين في غايه السخف، الفيل ما الفيل وما ادراك ما الفيل، رغم ذلك امن. وإن لم يكن كلام مسيلمة في غاية السخف، وكان فعلا كلام ليه اعتباره وليه وجهته عند هؤلاء الناس جعلتهم ان هم يضحوا بحياتهم على بعد ما مسيلمة مات ب20 سنة وهم مستضعفين كمان. فده بيثبت اللي انا بقوله، انه مش بالضرورة ان لو عورض القرآن بمعارضة قوية ان هذا الامر يصلنا بشكل صحيح، ممكن ما يصلناش، ممكن هو يصل بشكل مشوه. أولا القول أنه هذا مسألة خاصة بقريش غير صحيح، لأنه المعروف أنه
النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرض نفسه على العرب في موسم الحجيج، فكان العرب يرسل كل عام وفود كبيرة وكان يعرض نفسه عليهم، فكان يطلب منهم الحماية والنصرة حتى يبلغ الرسالة التي جاء من أجلها. فالأمر ذاع وشاع في العرب، وحتى أن الروايات التاريخية تؤكد هذا الأمر. يعني كانوا يقولون الوفود العربية كانوا يقولون له ألم تمل منا يا أبا القاسم، يعني كل سنة تأتينا وتكرر نفس الكلام وكذا وكذا. وهذا أصلا ما كانت تقوم به قريش، حيث كانوا يرسلون رسلهم إلى الوفود القادمة لا تسمعوا لمحمد إنه يفرق بين المرء وابنه وغيرهم الكلام. فالأمر ذاع وسط العرب عفوا، والأمر يهم العرب لأنه هو جاء لينقض دين كل العرب وليس دين قريش، هو دين واحد. وكان يقول كل هذه الأصنام باطلة، اللي هي طبعا أصنام للقبائل، كانت لكل قبيلة عربية صنم موجود حول الكعبة أو فيها أو فوقها، فكان هو دين واحد نفس الأفكار. فهو كان يرد على جميعهم وليس لم يكن يرد فقط على قريش. أما مسألة مسيلمة وغيره، فالواضح أنه مسيلمة من السياق التاريخي واضح أنه مسألة فيها عصبية قبلية، واضح أنه فيها انتصار للقبيلة، وكانوا أصلا يعني ينادونهم باسم قبيلتهم أصلا بينما النبي صلى الله عليه وسلم الوضع مختلف، فأهله وقبيلته هم الذين حاربوه وهم الذين كانوا أول أعداء لدعوته، مما يبعد عن أذهاننا مسألة العصبية القبلية. بالعكس هو جاء لينقض دين قريش نفسها. فأنا كيف أترك قومي وقبيلتي وأنا أسمع كل الناس يقولوا مثل كلام محمد؟ يعني ما الجديد؟ لا شيء جديد، هذه إحدى الأشياء. ونحن نقول مرة أخرى هناك فرق بين الأصل وبين الطارئ أو الشبهة. فالذي جاء على أمة على دين هو جديد، هو يقول الدين هذا كله باطل، الدين هذا كله خطأ، آباؤكم ضالون، هكذا يصدمهم بهذا الكلام فأتي بآية يقول هذا هو الكلام وهم أهل الكلام. فنعلم من هذه الظروف أنه وجب أن يتواتر 100 قرآن بدل قرآن واحد مثل قرآن محمد، وما كان ظهر محمد أصلا، يعني هو لم يدعو إلى قبلية ولم يدعو إلى شيء، ما الداعي أن أتبع محمد؟ فهذه كانت الفكرة. طيب الدكتور طارق بيقول والله النبي محمد كان بيعرض نفسه على القبائل، مش معنى انه كان بيعرض نفسه على القبائل ان ده يدعو القبائل ان هي تعارض القرآن، لان القبائل مش بالضرورة تجد تهديدا من النبي محمد ليها، على عكس قريش اللي وجدت تهديدا من النبي محمد ليها، لان النبي محمد قرشي ودعوته ستؤثر في قبيلته على عكس القبائل الثانيه. فمش بالضروره ان هم لاقين واحد جاي والله يدعوهم الى الدين ويدعوهم الى الاسلام ان هم يقولوا والله ده يمثل علينا تهديد فيبقى عندهم داعي ان هم يعارضوا النبي محمد. دي نقطه. النقطه اللي بعد كده قال والله اصل واضح ان المساله كان فيها تعصب قبلي للمسيلمه، يعني بالاخر ان واحد يتبع دين حتى لو كان ظاهر البطلان مش بالضروره ان مش بالضروره انه يكون امر مستحيل، ممكن يبقى فيه اسباب تانية عند الشخص تخليه يتبع الدين ده حتى لو كان الدين ده ظاهر البطلان. وظهر لنا من هذا التعصب القبلي. ممكن اسباب اخرى المقت على النظام اللي موجود في قريش، السعي الى طلب السلطه، في اسباب كثيره ممكن تدفع الناس انهم يتبعوا دين ظاهر البطلان لاسباب اخرى. اللي بعد كده بيقول والله كان يجب ان انا بالتالي لا ارى صراحه وجه لوجوب المعارضه، انتشار المعارضه ان كانت المعارضه كانت موجوده يعني. اللي انا اقدر اقوله بعد كده ان احنا اصلا اوريدي عندنا امثله لمعارضات ما وصلتناش. تمام، يعني ضربت مثال بمعارضه ابن الراوندي ما وصلتناش. طب مثال تاني باللي كان بيقولوا الآية اللي نزلت فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء أو قال سأنزل مثل ما أنزل الله. الآية دي من ضمن اللي قيل إن هم نزلت فيهم كان شخص أنا مش متذكر اسمه الآن،
لكن كان بيأتي، قالوا إنه كان يأتي بأخبار كسرى وغير ذلك. يقول العرب: بماذا يحدثكم محمد؟ أنا أحدثكم بأحسن منه. وكان يقص عليهم هذا الكلام وكانوا يستملحون حديثه. طب احنا نعرف حاجة عن الحديث اللي قال؟ ولا أي حاجة، لم يصل. ففكرة والله لو كان قالوا شيء زي القرآن كان وصلنا بيه. مسألة الصراحة يعني أنا أراها مسألة سخيفة جدا. اللي بعد كده يعني أنا حابب بس إن أنا أعتقد إن الدكتور طارق وضح كلامه وأنا وضحت كلامي في هذه المسألة. فممكن ننتقل لنقطة أخرى، يعني لو لا الدكتور انا طارق ما عندوش حاجة زيادة انا عايز عايز يضيفها. اضرب مثال حتى اوصل الفكره، يبدو انك مش فاهمني. تخيل الان جاء رجل وقال دين المسلمين باطل وانا رسول من الله بدليل هذا الكتاب، ماذا سيحصل برايك؟ معلش ما سمعتش حضرتك، الصوت النت عندي ضرب. تخيل جاء انسان الان وقال دين المسلمين باطل مثلا وانا رسول من الله وبدليل هذا الكتاب، وجاء بكتاب فيه كلام، ماذا تتوقع سيحصل؟ والله أتوقع إن في من المسلمين من سيرد عليه، في من المسلمين من سيضربه، في من المسلمين من سيحاول قتله. صحيح، بس سيرد عليه صح؟ سيأتي المسلمون بعشرات الكتب مثل كتابه، مش بغض بالضرورة النظر عشرات أصابوا أو الكتب، أخطأوا. مش بالضرورة عشرات الكتب، على يعني حسب لن هم يردوا عليه؟ شايفين حجم دعواه دي عاملة إزاي. يعني تعتقد لو جاء إنسان الآن وقال أنا عندي كتاب معجز يدل على بطلان دين المسلمين، مش هتلاقي كل يوم مسلم طالع بكتاب يقول هو زيه هو مش زيه؟ مش ولا بالضرورة، مش متصور المسألة؟ على حسب حجم تأثير هذا الأمر. يعني لو كان الشخص ده والله أتباعه قليلين، أكيد مش أها. هلاقي كل المسلمين بيردوا عليه، يعني ممكن واحد يطلع طيب يرد بدأ عليه. يكبر، لنفرض بدأ صار عنده أتباع هيبقى فيه، ممكن وكبر يبقى وكبر، فيه ما الذي سيحصل؟ ممكن يبقى فيه ردود أخرى. بس ممكن خلينا برضو نلاقي عشرات متفقين. الكتب لا، بس ممكن حسب لو لقينا ان تصورك الردود. بس. طب ممكن نقول لحضرتك، ممكن لو الردود اللي لو احنا ردينا اوريدي عليه وجدنا ان هذه الردود ما تصلحش، نلجأ لاسلوب اخر. ما فهمتش يعني إيش؟ يعني لو وجدنا ان هذه الردود غير مجدية، تمام، مهم. لان زي ما حضرتك كنت بتقول مش بالضرورة ان كل عربي يدرك اختلاف هذا النمط، وان المسألة هتبقى مسألة نسبية. واحد هيقول لي والله انا ادرك اختلاف هذا النمط، والتاني يقول لي انا لن ادرك اختلاف هذا النمط. انا ممكن بكل بساطة اقول والله ده امر مش هنصل منه لحاجة، فنسلك مسلك اخر. ده لان أنت في بس الاخر كأمة الامر كبيرة، بقى. هل أنت ليه دقيق؟ ممكن امة كبيرة تجد امر كهذا؟ طبعا، ايه المشكلة؟ هتلاقي ناس يردوا، هتلاقي ناس يحاربوا، هتلاقي ناس يشتموا، صح؟ أمة كبيرة هذه. احنا قلنا في ناس هترد، لكن انا بتكلم على حجم الردود اللي هترد، مش على ان مفيش حد خالص هيرد. بالضبط، وهذا أصلا يعني أنت مع احترامي لك لست بذاك التأثير، ولكن هناك كثير ناس يردوا عليك ممن يسمع كلامك، بدليل أنك أنت معارض لما هو سائد، والمعارض للسائد يأتيه المعارضة أكثر مما هو يأتي. يعني الآن مستحيل مهما كان جهدك يعني تشتغل ليل نهار مثلا، لنفرض في معارضة الإسلام، يعني لن تستطيع أن تبلغ يعني عشر معشار الردود التي ستأتي عليك أو على أفكارك، لأنه هذه أمة كبيرة، وبالتالي لا يمكن ضبط هذه المسألة أصلا. يعني إذا جاء واحد بالظبط. طارئ يعني هيكون ردود عشرات ربما مئات، ومع مع كثرة الأتباع مش ستزيد الردود. بالضرورة مئات. الموضوع هيبقى مختلف على حسب أولا على حسب قيمة هذا التحدي عند اللي بيقوله. يعني مثلا لو واحد يا سيدي طلع بهذا التحدي وقاله مرة واحدة بس، مرتين بس، وبعد كده ما فتحش بقه ما بيقولوش، هل الناس من الطبيعي ان هي تهتم بهذا التحدي؟ يعني احنا مثلا لو مسكنا التحدي القرآني، هنجد سبحان الله سبحان الله سبحان الله، هنجد غياب تام لهذا التحدي في السنة النبوية. يعني التحدي بتاع القرآن فيه إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، والآيات معروفة 5 آيات، هنجد أو 4 أو 5 آيات، هنجد إن الكلام ده موجود في القرآن، ولكن في السنة النبوية نفسها نجد إن هذا التحدي تقريبا ملوش أثر.
مفيش مرة مثلا وجدنا النبي محمد راح عير العرب وقال لهم أنا تحديتكم وأنتم عجزتم، أو حد من الصحابة راح عير العرب وقال لهم أنا تحديتكم وأنتم عجزتم. والحقيقة هذا الأمر يثير الريبة في قيمة هذا التحدي أصلا، وإن هل هذا التحدي كان عنده قيمة، كان عنده هذه القيمة لدى اللي تحدى بيه ولا لا. احنا لقينا هذه الآيات موجودة في القرآن، لكن هل الشخص ده خد هذه الآيات اللي بيتحدى بيها وقعد يقرأها على مسامع المخالفين، فلما عجزوا قعد يعيرهم علشان يثير من حفيظتهم علشان يردوا عليه، ولا قال الآيات دي وسكت ومحدش أصلا مهتم باللي قاله، وهو كده كده شخص مستضعف فاحنا مش مهتمين بيه، وهو لا يستخدم هذا التحدي أصلا. هذه مسألة أخرى فالأمر يمكن مش خروج زي عن ما المثال. حضرتك الكلام مش زي ما حضرتك متخيل. يعني الموضوع هيبقى فيه هو فيه كان اعتبارات كثيرة. ماشي، بس هو كان يكبر مع الزمان ويزداد أتباعه وبدأ يكبر وبدأ يزول دين العرب. ولكن الغريب أنت ان ملاحظ، تخيل الرجل اللي جاء على المسلمين بدأ يكبر وزادت أتباعه وبدأ يعني يحتل دول إسلامية لنفرض مثلا، وبدأ يكبر ويكبر وآلاف ويتبعونه ويردون علينا، ومع الكبر هذا سيزداد حجم الرد من الأمة الأصلية. أنت ليش متخيل أنه العرب كانوا 4-5 قاعدين بحول الكعبة بس؟ أمة كانت كبيرة ولها علاقات تجارية وتسافر وقوافل تذهب وتجي، أمة حقيقية مثل أي أمة الآن. ليش متخيل الوضع أنه هم كانوا أصل في مكة في وراء الكعبة 4-5 بيوت بس؟ لا، بالعكس كانت مركز حضاري وتجاري. فهي نفس المثال هذا عفوا ينطبق على حالتنا هنا. هي نفس لو جاء إنسان وصنع كتاب وقال المسلمين دينهم باطل وأنا رسول جديد، ربما سيقابل بالسخرية أولها، ولكن مع الزمن وازدياد الأتباع سيلتفت الناس له وستبدأ المحاججة في المراحل المبكرة. فأنا لا أعرف لماذا الفصل، لماذا نتخيل الماضي ليس مثل الآن يعني. طبعا هذا كل كلامي هذا عبارة عن طريق غير مباشر لبيان إعجاز القرآن الكريم، ولكن هناك طرق أخرى ربما تتعلق باللغة أكثر. تفضل. حضرتك بتقول والله ان التحدي كان، او اسف، ان اتباع النبي كانوا بيكبروا. اتباع النبي كانوا بيكبروا، ولكن سبحان الله رغم ان اتباع النبي بيكبروا ورغم ان التحدي ده المفروض انه مبني عليه الدين، الا اننا نجد ان التحدي ده مختفي في كلام الرسول يعني إيش في مختفي؟ السنة النبوية. يعني لا تجده في السنة النبوية، لا تجد الرسول بيتحدى العرب، أو مثلا أو يعير العرب بأنهم عجزوا عن أن يجيبوا تحديه، أو إن حد من الصحابة في الآثار المروية عن الصحابة بيعير العرب بذلك. رغم أن لو كان أمر كذلك حصل، فأنا أعتقد أن دواعي نقله لدى المسلمين كبيرة. يعني لو كان الرسول راح عير العرب والعرب قدامه عاجزين عن أنهم يأتوا بمثله، ده كان أمر المسلمين هيتناقلوا. رغم ذلك ورغم من سعي المسلمين الحثيث لنقل السنة النبوية، الكلام ده مش موجود. فالأمر ده بيخلينا نتساءل، هو أصلا التحدي ده كان بهذه الأهمية عند اللي تحداه عند النبي محمد؟ هل النبي محمد استخدمه بهذه الطريقة التي أصلا تحفز غيره على أن هم يجيبوا هذا التحدي؟ فدي برضو دي كلها اعتبارات حضرتك لازم تنظر ليها علشان تقدر تطلع لي في الاخر تقول لي والله اصل يجب لو كان في معارضه حصلت ان هذه المعارضه تصل. مش عارف لو حضرتك عندك تعقيب كمان وحابب ندخل في نقطه تانية يا ريت تتفضل. أكيد، هو بلا شك القرآن يعني أصلا هذه الآيات كانوا يقرأوها في حياة النبي، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. فهي متواترة في حياة النبي أصلا، فكانت تسمع، كانت يعني منتشرة بين المسلمين يقرؤونها في الصلاة. ثم إن الحديث موجود، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي أحيانا الناس من قريش فيقرأ عليهم القرآن مباشرة. أنت فكرك ليش يقرأ عليهم القرآن مباشرة؟ لما جاءوا مثلا الوليد بن المغيرة قال يا محمد إنك فرقت بين قومك وأهلك وإن كنت إنما جئت بهذا الأمر تريد مالا أعطيناك، الحديث المشهور يعني. كان جواب النبي إنه قرأ من القرآن.
طب مع شوية تفكير معلش يعني إحنا، هو ليش يقرأ القرآن وليش لماذا لم يجب عن السؤال؟ لماذا قرأ القرآن مباشرة؟ وبعدين وصل لموضوع معين قفز الوليد وقال رجاه أن يسكت، نشدتك الرحمة أن تسكت. ليش ما قال له بس يا محمد أنت ما جاوبتش على السؤال، أنا مش فاهم تقرأ لي الكلام هذا ليش؟ واضح أنه يقول له تفضل، يعني الكلام واضح من السياق. ثم إن السنة النبوية ليس شرط أن تنقل كل التفاصيل، يعني ليس شرط أن تقول خرج النبي في ذات صباح على قوم على ناد من قريش فنظر إليه أبو جهل وقال له يا محمد. ليست هذه التفاصيل بهذه الطريقة، يعني هو مش فيلم سينمائي حتى ينقل. العلماء في السنة أحيانا ينقلوا الأشياء العملية أكثر، بس هذه بما أنها آيات موجودة في القرآن وهي حجته وقد تواتر القرآن في حياته، واضح جدا أنه كان يبكتهم هذا القرآن. يعني لازم نفهم الأمر من سياقه، مش لازم يجي حديث يقول خرج النبي إلى نادي وقال لهم إني أتحداكم بهذا اللفظ هاتوا آية مثله، ما هو موجود في القرآن أصلا، يعني موجود، فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين، وكان يقرأها عليهم، فهذا موجود. يعني أنه لازم يأتي ويقول حديث يعني يصف كل هذه التفاصيل، ليس بالضرورة، ما دام موجود بالقرآن وهو كلام مباشر موجه لهم فهو موجود، يعني لا شك في هذا الأمر. والله ليه النبي محمد رد على وفد قريش بتلاوة القرآن؟ والله واضح كده إن النبي محمد بيعرفهم الموضوع بالإشارة، يعني بيكلمهم بلغة الإشارة مش بيوضح لهم المسألة. لكن قريش لم يفهموا هكذا، أنت يعني ربما فهمته ما بطريقة أعرفش أخرى. والله قريش فهمت إيه، يعني أنا مش قاعد مع حد من قريش يقول لي هو فهم إيه. سيرة ما تقطعنيش يا دكتور. اللي انا عايز اقوله ان فكره ان انا ليه بقول الموضوع ده غايب من السنه النبويه، لان الموضوع ده برضه تتوافر الدواعي لنقله. يعني ان كان يا جماعه العرب عجزوا عن ان ياتوا بمثل القران، والكلام ده حصل في عهد النبي محمد، هل مش حد متخيل ان المسلمين مش هيقعدوا يعيروا العرب العاجزين دول بهذا الكلام، وان الكلام ده سينقل لنا؟ يعني إن كان المعارضات اللي الدكتور طارق بيقول عليها دي تتوافر الدواعي لنقلها، فدي تتوافر الدواعي لنقلها، والنقلة هم اللي بقى معاهم السلطة، والنقلة دول ناس أصلا يعني كانوا بيجيبوا على زي ما بيقولوا بتوع علم الحديث كل شردة ووردة في الحديث، صحيح والضعيف، والنبي كان بيعمل إيه، يعني حتى في أمور دقيقة جدا كانت بتنقل عن النبي. فهل معقول حادثه زي او امر زي ده السنه تخلو عنه؟ يعني ان كان امر زي ده من الطبيعي ان السنه تخلو عنه، فمن الاوقع ان المعارضه ما توصلناش اصلا. يعني موجود في السنة، يعني ده إذا رأيي. أحضرنا حديث موجود في السنة، إذا أحضرنا حديث انتهت المشكلة الآن. اتفضل وليد الحديث. لما جاءه الوليد بن المغيرة وعرض عليه هذا العرض فقرأ عليه القرآن وقال نشدتك الرحمة أن تقف، ورجع إلى قريش وقال خلوا بينكم وبين الرجل، ووصف القرآن إن لكلامه لحلاوة وإن عليه لطلاوة، الحديث المعروف المشهور صحيح. فين في ده التحدي والعجز؟ انا مش شايف. يعني هو هيقول عن كلام الراجل كذب قال إن آه. لكلامه لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن علاه لمثمر وإن أسفله لمغدق. على الرغم على فكرة أن نقل هذا النقل ابن عباس آه. الذي لم يدرك الوليد بن المغيرة أصلا، بس ما أيوة علينا من بص، دي. ما انت لا كل حديث هتقول نقلوا ابن عباس وما نقلوش المسلمين وده اصلي من لا عندكم، وبالتالي لا انت لا لا, تعترض لا أنا لمجرد لا لا الاعتراض، لا فاهم قصدي؟ مش بعترض تفضل. لمجرد الاعتراض، أنا بقول لك إن ابن ما هو عباس دائما أصلا لم دائما يدرك في هذه. حجه، تفضل. طب ممكن اسمع كلام. بقول ان مش بعترض بان ابن عباس من المسلمين، انا بعترض بان ابن عباس اصلا لم يدرك هذه الحادثه، ثم ان هذه الحادثه لا فيها تحدي ولا فيها عجز، فيها بس ان ابن عباس بيقول والله الوليد بن المغيرة كان بيقول القران له حلاوه وان عليه لطلاوه. فين التحدي والعجز؟ لو حضرتك هتاخد عن فكره التحدي والعجز، ففي القران نفسه بينقل لنا بيقول قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا ان هذا الا اساطير الاولين.
والقرآن نفسه بيقول فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء أو قال سأنزل مثل ما أنزل الله. وهتلاقي ساعتها الآثار بتتكلم عن إن 3 حاولوا إن هم أو يعني حاولوا معارضة القرآن أو قالوا إن هم جاءوا بمثل القرآن. فالقضية مش كذلك يعني. أنا مش عارف فاضل قد إيه وقت يا دكتورة سنة، أو يعني هنمشي الدنيا إزاي عشان إحنا لنا كتير بنتكلم والله في نفس الموضوع. الساعة انتهت دلوقتي، الساعة انتهت، فخلينا ناخد مداخلات ختامية لو سمحتم، عشان دلوقتي ساعة ونص عدوا. هتقسموها ازاي يا دكتور طيب طارق؟ طيب دكتور ما في باحث. إشكال، ما في إشكال يعني، تفضل ثم أنا أقول هو حضرتك بالمداخلة البادئ، الختامية ثم فالمفروض خلاص. إن أنا خلاص زي ما بدك. أنا أقول باختصار إنه يمكن أن يجلس أي إنسان الآن ويضع قدما على قدم ويقول هاتوا لي حديث إنه قال التحدي، لازم أجيب لك حديث. ما هو السياق واضح جدا في قرآن متواتر. لا أصلي لو كان هيكون لازم الصحابة، أنا عايز شوف 50 حديث عن الصحابة قالوا بصوا أنتوا عجزتوا يا قريش. لا، ليس الأمر هكذا، ليس بهذه الصورة. المسلمون يعني فور ظهور الإسلام كانوا مشغولين إنه دين العرب كلهم اللي كانوا معارضين صاروا مسلمين أصلا، يعني مش هيقعدوا يذكروا في عجز أبوه وعجز جده أو كذا من هذا الأمر. يعني السياق التاريخي غائب عن ذهن الباحث، هو غير مدرك له. يعني مثلا احنا نعرف في قصة إسلام عكرمة بن أبي جهل، النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر المسلمين أن لا يذكروا أباه أمامه أو لا يذكروه أصلا، لأنه هذا فيه جرح. يعني خلاص أنه بما أنه الكل أصبح مسلم انتهى الموضوع، يعني لا يوجد أي معارضة حقيقية. هي حجة القرآن كانت الحجة الوحيدة والرئيسية للنبي صلى الله عليه وسلم، الوحيدة التي يحتج بها. لا شك ظهرت عليه معجزات أخرى، هو كان يبكتهم فيه. يعني هو يقرأ ليل نهار فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. ليل نهار، طب ماشي، أنا أجيب حديث مثله وأبطل كل دعوة محمد. والعرب أذكياء ليسوا أغبياء، يعني كانوا بإمكانهم أن يأتوا بحديث مثله إن كانوا قادرين، لكنهم غير قادرين. يعني لا يوجد تفسير لعدم وجود مصاحف كثيرة مشابهة إلا العجز. هم لم يكونوا يخافوا منه. أنا أتكلم عن بداية الدعوة، السيطرة الإسلامية حصلت آخر 2-3 من عمر النبي صلى الله عليه وسلم فقط، باقي الوقت لم يكونوا مسيطرين. ثم حتى السيطرة لن تستطيع أن تلغي أنت يعني تسيطر على أمة كبيرة. كان بإمكانهم يذهبوا إلى الروم إلى الفرس ينقلوا هذه الكتب تتواتر عندهم فورا. هذا في حالة لم تتواتر من البداية، وإلا لو حصل لوجدنا 100 قرآن قد تواتر يرد على محمد بنفس أسلوبه ونفس طريقته، لأنه هو هم الأصل وهو الطارئ عليهم. أنا ضربت مثال وأعتقد المثال واضح أنه لو جاء إنسان الآن وعارض الأمة الإسلامية، كل الإسلام هذا غلط وهذا قرآن دليلي، ربما قد يتجاهل الناس أولها، ولكن إذا أصبح يهدد الإسلام تهديد فعلي ويهدد المسلمين تهديد فعلي، ستتوارد الردود عليه بشكل لا يصدق، بشكل رهيب جدا، بكثرة كثيرة جدا. نفس الأمر مع العرب، هو كل يوم تزداد أتباعه، كل يوم يكبر دينه ويحاربونه ويقدمون أبنائهم في المعارك ويتحملون الدماء، يتحملون الحصار ويتحملون الخسائر لإبطال محمد وإبطال دين محمد عليه الصلاة والسلام. طيب يعني فعلوا كل شيء إلا أن يأتوا بكلام مثل كلامه. وأنا أقول لابد، لا شك يجب أن يتواتر أكثر من تواتر القرآن، لأنه هم الأصل وهو الشبهة الطارئة. نعم. طب تفضل يا أستاذ باحث مع حضرتك، خد وقتك وبعدها إن شاء الله لكل واحد دقيقة وننهي. تفضل. اوكي، شكرا لحضرتك يا دكتور. اولا دكتور طارق عادل، يعني انا هبدا بس كمداخله ختاميه طبعا. فبدايه الدكتور طارق عنده الخارق للعاده، هو عباره عن تغيير في طبيعه الاشياء. وعنده بما ان احنا بنتكلم عن القرآن، ان القرآن ده تغيرت طبيعته، واحنا قادرين على ان ندرك ده بمجرد ان احنا نستمع القرآن
وأنا كنت عرضت مثال إن كان القرآن بيقول كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر، فأنا أقول كلا والدر، مش أنا اللي بقول، حد بيقول يعني، كلا والدر الكواكب والبيض الثواقب والزهر الجوائب إنه لقول دعي كاذب غرته الرغائب وما يؤمن به إلا ذو عقل عاطب. وأقول إن هذا كنمط القرآن، وأعتقد أن كثيرين من يجدوا فرقا بين هذا وبين القرآن. فالدكتور طارق لم يقدم لنا ملاكا كملاك مثلا التفريق بين الشعر والنثر الذي قدمته، نستطيع أن نفرق به بين ما على نمط القرآن وما ليس على نمط القرآن. وإنما قال والله أنت مجرد ما تسمع هتعرف، احنا برضو مجرد ما سمعنا عرفنا ان ده زي القرآن، والقرآن ما فيهوش اعجاز ولا حاجه. جاء قال برضو نفس الكلام ان مرحله الضعف ثلاثها مرحله قوه، والله امر القرآن تاني. احنا قلنا القرآن كان في مرحله، المسلمين كانوا في مرحله ضعف في البدايه، ولكن هذه المرحله ثلاثها مرحله قوه. هذه المرحله هي اللي من خلالها الاخبار وصلت لنا. الاخبار ما وصلت لناش عن طريق مرحله الضعف دي بس، او من خلال هذه المرحله اللي كان فيها ضعف دي بس، انما تبعها مرحله 1400 سنه قوه، اجيال بتتبدل، ناس بتعيش وناس بتتولد وناس بتموت. فان إن مع هذه الاخبار تضيع، او اخبار المعارضات دي تضيع، امر عادي جدا. وانا ضربت على ذلك امثله من التاريخ. قلت ان الكلام اللي كان بيقال عن اخبار كسرى وغيره في معارضه الرسول، احنا نفس الكلام ده كان فيه. قلت ان مثلا ابن الراوندي كتب كتاب الدامغ وما نعرفش كتاب الدامغ ده فيه. فالكلام ده اصلا واقع وحادث، ان مش كل شيء قيل معارضه للقران وصل لنا اساسا. بعد كده النقطه بتاعتي انا بتاعت السنه هي ان انا بستخدم نفس قاعده الدكتور طارق. كان الدكتور طارق يرى ان الدواعي متوفره لنقل هذا الامر، الدواعي ايضا متوفره ان في السنه وفي الاثار اللي مرويه عن الصحابه نلاقي نقل لهذا العجز، نلاقي اثر لهذا العجز، نلاقي مواقف حصلت ما بين المسلمين وما بين الكفار يعير فيها المسلمون الكفار بعجزهم. مش معقوله يبقى ده التحدي اللي مبني عليه الدين كله، ونجد ان اثره في القران بس ان مسيلمه قال ان له في السنه اسف ان له لحلاوه وان عليه لطلاوه. واين التحدي في هذا؟ واين عجز العربي في هذا؟ انا اعتقد ان لو كان القران جاء او ان لو العرب كانوا عجزوا عن ان ياتوا مثل القران كان المسلمون سيعيرونهم بذلك. كان هذا التعيير لابد وانه ينقل لينا في السنه، تمام، او ينقل لنا مواقف تبينه في السنه. كان النبي ليل نهار سيقول لهم هذا. الدكتور بيقول لي النبي ليل نهار يتلو عليهم القران، من اين لك ان النبي ليل نهار يتلو على الكفار القران؟ من اين لك ان النبي ليل نهار يتلو عليهم ايات التحدي ويتحداه؟ ممكن يتلو عليهم القران من غير ايات التحدي. هذا امر الحقيقه نحن لا نستطيع ان احنا نعلم. ده اذا كان في ايات في القران اصلا الصحابه نفسهم ما كانوش يعرفوها. ده فمش عارف ايه اللي خلينا نقول انه كان بيتلو عليهم ايات القران وايات التحدي اللي كانوا حوالين الرسول نفسهم في ايات في القران وما سمعوهاش. بعد كده فكره ان انا اللي بقوله اخر حاجه نقل المعارضات انا اراه ممكن، وان كان حد يرى ان معارضه العرب للقران واجبه فانا اجد ان الاعتقاد بوقوع المعارضه هو الاقرب في الحقيقه، وان الاعتقاد ان هذه المعارضه وقعت ولم تنقل هو الاعتقاد الاقرب للعاده والاقرب لطبيعه البشر. لما نفهم ان مش كل شيء في التاريخ بينقل، وان في اخبار عظيمه كتير ما وصلت لناش، واخبار كانت تتوافر الدواعي لنقلها ولم تصل. واخيرا شكرا للدكتور طارق، وارجو ان انا ما اكونش يعني ازعجتك ويكون كان نقاش مثمر. لا لم تزعجني، وأنا يعني
أشكرك أيضا وأشكر الأخت سنة. وبالنهاية أنا أقول يعني هو نفس حياتنا الآن. تخيلوا جاء إنسان يتحدى المسلمين ويكبر كل يوم، ستكون هناك آلاف ربما 100,000 المعارضات ستتواتر. شكرا. طيب كملنا كده. بس يا ريت لو حد يطلع ياخد الانسايتس لا، انا هصوره وانا هبعتها عشان محدش هيطلع ياخد الانسايت. اوكي، طيب شكرا. ننهي ان شاء الله الحوار ده ونقول: تمام، شكرا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعلنا يا ربنا ممن قلت فيهم الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. نستأذنكم، هنقفل الغرفة خلال 10 ثواني.